عسلامة مرحبا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله نهاركم زين، وينكم شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم بكمالة الفيديو اللي هبطه لكم البارح، اللي هو فيديو روتين في بيتي. كيف ما قلت لكم انا الفيديو جاي طويل برشا، واللي قسمته لكم على دو بارتي. حبيت نخلي روتين متاع الميناج متاع اخر جمعة متاع بيتي، حبيت نخليه لكم وحده، وكملت الروتين هاني تويكا باش نهبطه لكم. كالعادة جيت لهنا للصالة باش ننفضها، وكيف ما تعرفوني أنا باش ننفضها ونوقفها هكاكا. ديما نحب نوقف في الصالة والكل نخليها تتهوى شوية، وبعد ما نكمل الدار الكل ليكا نعاود نرجعها حسيلو. وينكم شنو احوالكم؟ حبيت نشكركم على تفاعلكم في الفيديو اللي هبطوا البارح. الحقيقة ما كنتش نتصور هكاكا انكم باش يعني تشجعوني بالطريقة هذيك، يعطيكم الصحة. الحقيقة والله الفيو النومبر دو فيو هو الناس، فما ناس تراها عادي، انا الحقيقة ريتو محلاها، خاصة القناة انه عندها بريود كبيرة برشا اني ما هبطش فيها، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله يعني لقيت نومبر باهي يعني دفو. اكا وجيت لهنا قلت لكم فصلت بالكدا مخادد. كيف ما قلت لكم يعني انا كل جمعة نشد بارتي يعني من الدار. كل جمعة نشد بيت. كيف ما الجمعة اللي فاتت شديت الصالة، يعني دونك الصالة مانيش نعمل فيها برشا حاجات، حتى زربية مانيش باش نهزها، جوست اني نكنسها ونكنس تحت البناك، وبعديك نمسح ما غير نهزها وننفضها. جيت لهنا نفضتها بالكدا من الغبرة. نحنا درنا عشيرة، دونك الغبرة تدخل بطريقة ما تتوصفش بالحق، الله المستعان. وكها تعديت لهنا الكنبي هذا كيف باش ننفضو بالباهي ونسنتر القماش بالباهي، وباش نتعدى نكنس الزربية ونمسح كالعادة الغبرة. الحقيقة اليوم الكوجينة مانيش نشاركها معاكم، خاطر قلت لكم دعاء بالحق قسمت يعني تقاسمنا من بعضنا القضية. هي قلت لكم عملت البيبان مسحتهم بالباهي بالجفاف، درت عليهم وكل شيء. بعديك مشيت حكت الكوجينة، ثم الحيط اللي بحذا لافابو اللي بحذا الطاولة حسيتهم فهم يعني شوية كي زيت وكل شيء، حبت تضحكهم. هو الواحد راه باهي كي ينقص على روحه، حتى نهار كي نعملو الميناج متاع الكوجينة منلقاوش يعني منتعبوش فيها برشا. جيت لهنا نكنس في الزربية وباش نهزها، قلت لكم مانيش ننفضها على خاطر مازلت كنفضتها يعني وما تستحقش الحقيقة. هاو كنعاود نكنسها يعني مرتين وثلاثة للي سيبون راها يعني سيبون طاحت منها الغبرة بالباهي، باش نكنس زادة تحت لبناك. الحقيقة ما لقيتش يعني برشا غبرة في الصالة. يعني اذا كان ديما قلت لكم راهو الروتين اللي تعملوه اخر الجمعة راهو ينفع بالباهي صدقوني. يعني كي تعمل الميناج باهي في بيت ولا في الصالة ولا حاجة في وسط الجمعة يبدلكم الوسط نظيف، يعني ما تتعبوش فيه برشا. او تقعدوا مع الويكاند، انا خاصة ديما نحاول نقضي بالجمعة. نهار الجمعة العشرين نبدا نقضي، ونهار السبت نهار الأحد هكا قعد نهار فاضي، يعني تقوم وقت اللي تحب وكل شيء. انا نهار الأحد الحقيقة قلت لها ما طوينا نطيب الفطور كالعادة، لحد متسمي على الكسكسي، دونك عملت لهم كسكسي. عملت لهم الفطور الكسكسي ديجا شاركته معاكم. حاسين نعرف كلمة هكا قداش مرة عاودتها، المهم حركة لا إرادية عرفتوه. جيت لهنا نمسح في الغبرة، لازم راهو أي واحد فينا لازم عنده كلمة راهو يعاودها برشا مرات، حسيل ولا أكهو ولا أي كلمة كي حتى في كلامه العادي. يعني أنا على الأقل هاني لهنا في الفيديو نجم كي نسمع روحي ورا روحي يعني بالحق كلمة أكهو عاودها برشا مرات وكذا، وصدقوني راني نفسخ ونعاود لكن أي واحد فينا عنده راي في حياته كلمة ديما يعاودها برشا يعني مع بعضها. كملت لهنا جيت باش نمسح الغبرة، قلت لكم كملت وانا من فوا نزيد كملت. جيت لهنا قلت لكم باش نمسح الغبرة، نحيتهم الكل
اللي فوق البيبليوتيك الكل نحيتهم مسحت لهم الغابرة باش نجيب البرودوي متاع اللوح باش نلمعو. الحقيقة البرودوي ذي راهو طيارة على الاخر اصلا، حتى ما يبينلكش حتى الغبرة من بعد، ريت كي تمسح بالبرودوي راهو يرتحك بالباهي ومن بعديك ما يبينلكش الغبرة. هنا باش نمسح، اما انا الحقيقة ليكرون ديما متاع التلفزة ما نمسحوش لا بالجاكس لا حتى شوليقة تبدا عملت بها مثلا نكية متاع بالبرودوي ما نمسحش بيه ليكرون خاطر يفسد ليكرون. دوك شنو نعمل؟ نشد البرودوي متاع اللي نظفو بيه لونات سولي ولا لونات متاع نظر ونجيب بابي ونظف بيه ليكرون. صدقوني تخرج الليكرون متاع التلوزة بالله بالحق هذي جربوها، انا شفتها حاسيلو على الابليكاسيون دوك بالحق عجبتني على الاخر الفازة، واصلا وليت نستعملها ديما يعني كل مرة هكايا ليكرون مسخ وكل شيء نجيب بابي وهني قلتلكم البرودوي متاع اليونات ونرش عليها وراهو ما يصير لها حتى شيء. بالحق فكرة ذي راهي تنجح على الاخر، ننصحكم باش تجربوها خاطر بالحق راهو لاجاكس ولا البرودوي متاع اللوح اللي نمسحو بيه اللوح راهو يهكو ليكرون. يعني احنا خاطر اول ما ديما عادة ما يكونوا اول ما تاخد التلفزة البلازما ولا حاجة ينصحوك يقولوا لك راهو مثلا ما تمسحوش بالواحد ولا فهمت، ولا جيبلو شوليقة كي شيحة وحاول تبع يعني اللي تراسة كي بشوي بشوي. انا كنت هكاك قبل وبعديك الحقيقة نلقى هذه فكرة هذه سهلت لي حياتي عرفتو هكا. وكملت لهنا وباش نتعدى لهنا نمسح ورا التلفزة بالباهي الغبرة وكل شيء. وهكذا مسحت البارتيه هذيك متاع البليوتيك حسيلو ملوطة اما ما صورتش قصيت. جيت لهنا عديت مسحة بعد ما عاودت مسحت الكلوار ونظمت كل كوان ذاك اللي في الكلوار نظمته، وجيت لهنا باش نعدي عديت مسحة حسيلو تحت الفروشات مثل العادة ديما نقصتينا ورجعت في ساعة مشاحت لي الحقيقة ما قعدت لي شي برشا طقس ذي صورتهولكم يعني نهار السبت الطقس بسم الله ما شاء الله سخون يعني في ساعة ما تصيرش القاعة. مثلا اليوم نهار الاثنين مطر نهار كامل، عرفت الطقس مازال ماهوش مفهوم لتوا، لا تفهموا صيف لا تفهموا شتاء لا تفهموا ربيع، عرفت كل مرة يتبدل الطقس. كملت هنا مسحت عرفت نمسح ونعاود لاني عرفت سي نبدا متأكدة منها اللي هي سيبون. تعديت لهنا باش نعمل معكم الكسكسي اكيد الناس الكل تعرف الطيب دونك حبيت جوست نشاركو معاكم. كان وصلتوا لهنا ما تنسونيش بجيم والكومنتير والاشتراك في القناة. بالحق فرحانة ياسر انا بالحق ريت الفيديو اللي هبطته زيد شجعني اكثر واكثر خاطر بالحق ما كنتش نتصور انه عرفت كلمة ما كنتش نتصور انه يطلع لي هكاكا. يعطيكم الصحة، اما جوست نطلب منكم طلب صغير على الاخر هو انكم تبقاو يعني تكملوا ما تفوتوا دقيقتين من الفيديو واكا هو فضلا وليس امرا. قليت لهنا الفلفل وباش نبدا نفوح فيه. انا كل شيء نقليه مع بعضه يعني البصل والدجاج واللفحات والطماطم الكل نقليهم مع بعضهم. عملت كسكسي نقولوا احنا ديري مش كسكسي عولة، نحنا منحبوش كسكسي عولة، نحبو ديما الكسكسي متاع الشارع. كسكسي العولة الحقيقة ما يعجبنيش برشا، اللي يعجبنا اكثر هو كسكسي تاع الشارع والديري هذاك. قلت لكم لهنا باش نقلي الدجاج مع البصل وبعدين باش نبدا نفوح بشوي باش نحط بالفلفل الاحمر وكركم وشويه ملح.
لهنا ما بقالي كان باش نقولكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ملتقانا في فيديو جديد، والسلام، متنسونيش في الجيم والكومنتات.